السلام عليكم إخواني أخواتي أصدقائي وأحبابي، مرحبا بكم. هاد الشاب هذا اللي فوق راسي في هاد الصورة ربما شفتوه كاملين بكم، هو خطيب بإحدى مساجد بركان. في الأحداث ديال الهجرة الجماعية اللي قاموا بها الشباب المغرب تجاه السبتة، خرجوا عملوا واحد الخطبة قيمة رائعة في مستوى اللي ما قدروش يعملوها جل خطباء المغرب، وإن لم أقل جميع خطباء المغرب ما قدروش يتكلموا. وتكلم هذا السيد هذا وضع يده على الجرح، اعتنى الخطبة حقها ومستحقها، وتكلم في حديث الساعة اللي هي الهجرة، وكلف وحدد المسؤوليات. ومن بين الجمل اللي كانت عنده مزيونة في ديك الخطبة، والعنوان ديال الخطبة إلا بغينا نقولوه: واجبات الدولة اتجاه الشباب والمواطن بصفة عامة، وواجبات المواطن والشباب تجاه الدولة، وحدد المسؤوليات. وكانت خطبة قيمة ورائعة وفي مستوى اللي انتشرت على جميع المواقع التواصل الاجتماعية، وسمع الجامع العادي والبادي، الصغير والكبير، المثقف وغير المثقف. وكانت خطبة شافية كافية، ولكن مع الأسف أين المسؤولين كي يستجيبوا لهذه الخطبة القيمة الرائعة التي تقدم بها هذا الشاب تجاه المسؤولين والشباب؟ فماذا كان جزاؤه؟ تفاجأنا اليوم على أن تم توقيفه من الخطابة بسبب هذه الخطبة القيمة الرائعة. فلهذا يتضح لنا على أن مسؤولين على القطاع الديني يحاربون كل مصلح، ويحاربون كل من رجل يريد الإصلاح لهذا الوطن وللمواطن. كل من تكلم بالخير في هذا البلد إلا ويتم توقيفه أو تشريده أو تعطيله أو استبعاده. وهذا ما لمسناه من خلال توقيف هذا الشاب الرائع، الخطيب المفوه، الخطيب المثقف، الذي أعطى لخطبة الهجرة الجماعية حقها ومستحقها، وحدد المسؤوليات على الجميع، حدد مسؤولية الدولة وحدد مسؤولية الشباب والمواطن. فكانت خطبة رائعة قيمة استفدنا منها كثيرا، واستفاد منها الجميع كل من سمعها. ولكن اليوم صدمنا بتوقيفه من طرف مسؤولين على الحقل الديني، ونقول له: هذا هو الطريق، وهذا هو الطريق المستقيم الذي سطره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان جالس في الصحراء مع صحابته رضي الله عنهم، وسطر خطا مستقيما وخطوط على اليمين وعلى اليسار، وقال: هذا طريق مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، وأشار إلى الخطوط التي على اليمين وعلى اليسار، وقال: صراط مستقيم هو هذا الذي في الوسط. فلهذا نقول لهذا الأستاذ وهو أدرى بهذا وأعلم بهذا: هذا هو طريق الحق، وهذا هو طريق أهل الجنة، وهذا هو طريق الصالحين. كل من غير المنكر أو تكلم في المنكر إلا وأوذي وعدي، كما قال ورقة بن نوفل لمحمد صلى الله عليه وسلم عندما ذهب هو وخديجة رضي الله عنها عند ورقة بن نوفل، فحكت له القصة والرؤيا التي رأى، فقال ورقة بن نوفل: هذا نبي هذه الأمة، كل من أوتي بما أوتيت به إلا أوذي وعدي. فنقول للصالحين والصادقين: هذا هو طريق الحق. كل من
قال كلمة حق إلا يؤذى، وكيف لا وهو طريق الاستقامة وطريق الجنة وطريق الصالحين. فلهذا نقول للمسؤولين اتقوا الله في الأخيار، هم شعلة هذا الوطن وهم شعلة هذا البلد الطيب. بمثل هؤلاء الفضلاء يتقدم الوطن ويتقدم البلد وتتقدم الشعوب، ليس بالزنادق وليس بالمفسدين. حافظوا على هؤلاء الشباب الذين يحبون الخير للوطن وللمواطنين. ولا يسعنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والسلام عليكم.